بصوا حبايبي بقى بعد ما طلعتها من التلاجة تحفه تحفه. عايزه اقول لكم انا دقتها طعمها جميل جميل. بصوا نزلت الصوص بتاعها واتدبلت شويه. لازم تحطوها في التلاجة شويه كده زي ما قلت لكم، اقل حاجه ساعتين. ان شاء الله تعجبكم، جربوها على ضمانتي. سلطه الكولوس لو يا جماعه زي من الكتاب ما قال، ده كرنب ابيض بس مش بتاع سلطه على فكره، هو بالصدفه كده. ده كرنب بتاع محشي طلع شبه بتاع السلطه اللي هو بيبقى قلبه ابيض. اللي هو بصوا بيبقى عامل ازاي اهي. بصوا القلب بتاعها بيبقى عامل ازاي. ما ينفعش اللي هي تتحشى، دي بتاعه الايه، بتاعه الحشو. بصوا انا اهو بسلق كرنب اهو بالصدفه طلعت القلب بتاعها عامل كده، فانا خدتها وعملتها سلطه. ماشي. سبحان الله، انا جايبه كرنبتين، عندي كرنبتين، واحده كانت صغيره واحده كبيره. طلعت الكبيره هي اللي قلبها عامل كده ابيض كده من جوه، وزي ما انتم شايفينه كده ايه سميك كده اهو. يعني لو جيت فرطته كده هيتقطع مني ومش هيبقى ايه، مش هيبقى حلو في الحشو. ماشي. بصوا الكرنبايه الصغيره سبحان الله، الكرنبايه الصغيره طلعت ايه مفرفره عنها. بصوا عامله ازاي الكرنبايه الصغيره. الكرنبايه الكبيره هي اللي طلع قلبها حلو. يلا هي جت بالصدفه كده سبحان الله. بس عايزه اقول لكم برضك انتوا لو ما عندكمش الكرنب بتاع السلطه دوت، خدوا برضك قلب الخصايه مش هيقول لا يعني. ماشي. المهم يكون ابيض كده زي ما انتوا شايفين كده، ما يكونش اخضر. مش ايه هنحاول بقدر الامكان نقطع رفيع وهنشوف بقيه المكونات ايه. بصوا يا جماعه هي كميه الكرنب دي كبيره شويه، بس انا مش هنقصها، هي كده كده هو هيدبل معايا في التلاجة. هي ما بتتاكلش على طول فريش، هي بتتحط في التلاجة كده على الاقل حاجه ساعتين. ماشي. يعني كميه الكرنب دي كده زي ما انتم شايفين حوالي كرنبايه اللي هي بتاعه الايه، بتاعه السلطه. ماشي. المفروض احط لها بقى ايه، يعني جزرتين كبار كده او 4 جزرات ايه متوسطين. انا اللي كان عندي جزرتين بصراحه متوسطين انا هحطهم. ماشي. المايونيز ده بقى ايه، المايونيز ده انا اللي عاملاه وعاملاه لكم قبل كده في القناه، لو عايزين تتفرجوا عليه تشوفوه. ماشي. ومعايا معلقه خل ومعلقتين سكر، معلقتين سكر كبار اهمت. ماشي. وهحط المايونيز ده بس هسيب منه شويه كده صغيرين. انا عايزه حوالي كوبايه مايونيز ومعلقه خل كبيره ومعلقه ايه ملح صغيره. هقلب بقى ادمج المكونات كلها وايه وارجع لكم تاني عشان انا ماسكه التليفون بس بايديا. عايزه اوريكم بس قوام المايونيز وجماله، انا لسه على فكره عاملاه. بصوا ما شاء الله عليه جميل ازاي، فانا حبيت اوريه لكم عشان لو عايزين تتفرجوا عليه عندكم هتلاقوه في القناه في الفيديوهات القديمه فيديو صغير. ماشي. انا لسه عاملاه ما شاء الله عليه، ربط معايا على طول عشان كنت عاملاه ايه كان تقيل شويه عن المره اللي فاتت. ماشي. اتفرجوا على الفيديو هيعجبكم ان شاء الله. انا حطيت الطبق اللي كان فيه مايونيز وهحط حبه كمان من دوت اهو. ماشي. يا جماعه كده خلاص اهي دمجت المكونات كلها على بعضها اهوت، وحطيت الملح والخل والمايونيز بس كده. ماشي. والجزر على فكره كده المعقول النسبه بتاعته معقوله، والمفروض الكرنب بيبقى فعلا كده ايه اكتر من ايه من الجزر. مش عشان ما تجزعش معاكوا برضك، عشان الناس اللي مبتحبش الحاجه المسكره زياده عن اللزوم. هنحطها بقى في التلاجة قبل ما نخلص الاكل، هتكون بقى شربت من الصوص بتاعها كله، هتبقى طعمها جميل ان شاء الله. يا رب يكون باين لكم اهو، شايفين عامله ازاي. متنسوش بقى اللايك يا جماعه والاشتراك في القناه مش مشتركين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.